السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وحشتوني والله، بقالي مدة ما طلعتش معاكم وما شفتكمش. وحشتوني والله. النهاردة بقى الوقفة، ويوم الوقفة ده بنعمله بقى ايه، بنفطروا كلنا مع بعض، وبنعمله بقى بعزم ولادي بقى وكده وكده، وكلنا مع بعضينا. طبعا بنحبوا الفتة يوم الوقفة ده، بنفطروا كلنا، بعمل لهم فتة بقى. وعملت لهم بقى ايه الرقاق، فتة ورقاق كده. وكانت أكلة جميلة وخفيفة وحلوة، صحة وعافية اللي كل. أنا بقى الأول حاجة كده نقوله بسم الله. معايا كده الحلة طبعا دي كبيرة. حطيت فيها معلقة زبدة، هنحمر بقى ايه، هنشوحها يعتبر اللحمة. التشويحة دي صدقوني بتدينا طعم جميل للشوربة وتست عالي كده، وبتخلي لي الشوربة طعمها حلو، بتاعت الفتة دي جميلة. جربوها بقى كده، ما تحطوش بقى ايه تغلوش مية وتحطوا اللحمة على طول، لا. شوحيها كده في معلقة سمنة بلدي كده او زبدة، هتديكي حبة شوربة تحفة يا جماعة. كانت الفتة جميلة وتحفة تحفة تحفة. هنا بقى طبعا بسم الله كده حطيت اللحمة كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا عشان احنا كمية طبعا بنفطروا مع بعضينا يعني، مجموعة، فاحنا بنزودوا بزود اللحمة يعني، فصحة وعافية للكل. هنا بقى هنحط اللحمة وجايبة بقى ايه، طبعا مع اللحمة دي بتاعت الفتة لازم حتتين ريش بقى فيهم بالعظم كده، وفيهم لحم يعني. حتتين ريش بالعظم كده وفيهم لحم. دول بيدوني تيست جميل للشوربه وطعم جميل بصراحه، وبيخلوا لي طعم. شايفين اهي الريش اهي، مخليها كسرها لي كده وفيها لحمه، بس بتديني حبه شوربه يا جماعه تحفه تحفه تحفه. هنا بقى الفته طبعا دي احنا متعودين، وكل الناس بتعمل فته، مش احنا بس، كله بيعمل فته. هنا هنقلب فيها كده ونشوح فيها كده لغايه ما تديني بقى ايه اللون الحلو بقى بتاعها دوت. تبقى كأنك محمراها شوية كده. اه شايفين، كل شوية من وقت لآخر هنقلب فيها لغاية ما ايه تديني اللون اللي انا عايزاه. اهو هنا زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى معايا بصلتين كده زي ما انتم شايفين. البصلتين دول بقى قطعتهم كده على 4. بقى طبعا كانت اللحمة بقى اتشوحت كده وعطتني لون كده حلو، تديكي لون ذهبي كده بسيط. عطتني كده اللون ده بيدي طعم جميل للشوربه يا جماعه. انا حطيت بقى فلفل اسمر معانا كده زي ما انتم شايفين. وهنحط ربع معلقه ورق لوري وحبهان مطحون. طبعا لو عايزه تحطي ورق بحاله حطي. انا حطيت الربع المعلقه صغيره كده مطحون كده، عطاني بس ريحه كده وطعم كده حلو يعني، ما حطيتش ورق بحاله. هنا بقى نقلبهم شويه. وهنا طبعا كانت الشواحت شويه كده برضو بالبصل والتوابل بتاعتنا. حطيت عليها الميه بتغلي بقى وسبتها كده ايه، حطيت عليها تستوي براحتها زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى معايا طبعا هعمل الرقاق. هنا عامله 3 بصلات كبار كده فرماهم في الكبه. هنعمل بقى ايه كده معلقتين سمنه بلدي كده كبار زي ما انتم شايفين. طبعا انا هشوحها. انا هنديلها التشويحه بتاعتنا كده. انا مش هحمرها يعني. انا مش بحمر البصل الرقاق الحقيقه، لان الرقاق ما بيحبش البصله محمره جامد يعني. يا دوبك بتصفر كده البصله زي ما انتم شايفين كده. هتصفر وهو حاطه اللحمه المفرومه بتاعتي على طول عشان تبقى طعمها جميل. هنا بعد يا دوبك ما اصفرت كده البصله، قمت حاطه بقى ايه اللحمه المفرومه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. وهنقلبها بقى، نفضل نقلب فيها. وهنحط لها بقى التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتي بقى انا بحط على العصاج دوت. بحط الفلفل الاسمر بزوده شويه، بيديني طعم بصراحه جميل وريحه جميله طبعا. وبحط له الملح بتاعه وشكرا على كده، كده بيبقى جميل. هفضل اقلب فيه كده بقى لغايه ما ايه العصاج بتاعي يستوى. اهو زي ما انتم شايفين من حين لاخر كده بقلب فيها عشان طبعا ايه تستوى معايا كلها في بعضيها، البصله مع اللحمه مع التوابل، وتدي بقى ايه الريحه الجميله بتاعتنا. انا عاملاه طبعا في صينيه كده زي ما انتم شايفين صغيره، عشان الطاسه هتبقى مفلطه عندي، الطاسه مفلطحه وما يقع منها هنا شايفين كل مدى بتدبل كده وبتستوى بتبقى جميله.
اهو هنا بقى استوت اهي زي ما انتم شايفين. هنا حطيت لها بقى الملح بتاعها، وهنحط لها الفلفل الاسمر زي ما قلت لكم، بزود الفلفل الاسمر شويه. يا رب تكونوا بخير يا رب يا حبايبي، والله وحشتوني زي ما بقول لكم كده. وانا اعذروني بقى معلش وسامحوني انا ما بطلعش معاكم بقالي كده فتره، بس ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله وهطلع معاكم على طول باذن الله. اتمنى ان شاء الله بس الفيديو ده يعجبكم كده و... وتدعموني بقى باللايك بتاعكم ان شاء الله، والمشاهده الكامله يعني، و... وتشتركوا في القناه باذن الله. هنا بقى الرق بقى عملت طبعا على السطح، خدت بقى شوربه من اللي انا عاملاها بتاعت اللحمه. طبعا شوربه اللحمه ما يعلاش عليها في الرق، يعني الرق ده لازم شوربه بتاعت اللحمه، احلى حاجه اللي بتخليه طعمه جميل يعني. حطيت عليها معلقتين زبده كده الشوربه، وحطيت شويه فلفل اسمر كده زي ما انتم شايفين. طبعا كنت حاطه لها الملح بقى، كنت حطيت للشوربه الملح بتاعها وظبطت الملح بتاعها. هنا بقى هناخد بقى الرقاق. طبعا ايه الرقاق بتاعي بيبقى سهل خالص الحقيقه، الطريقه دي طريقه سهله خالص وبسيطه لاي حد مبتدئ هيعملها ان شاء الله. اهو زي ما انتم شايفين كده. هنا هنعمل بقى صينيه معاكم، وهنعمل صاج بقى، بس طبعا هجيبه لكم بقى بعد ما يخلص ان شاء الله. انا بحاول بقى ايه مطولش على حضراتكم. الطريقه دي سهله خالص وبسيطه، وبالحقيقه ما بيبقاش فيه اقدام كتير. هو احلى حاجه ان انت مش بترشي بقى على كل طبق اقدام، لا هو انت بتحطي في الشوربه وخلاص. وانا عاملاه معاكم قبل كده في القناه، وطريقه سهله خالص. انا ماشيه على الطريقه دي بصراحه، طريقه اسهل طريقه في الرقاق وبتقطعم طريقه. وكمان الشوربه بتاعت اللحمه بقى اللي انا عاملاها الفته دي جميله، الشوربه طلعت ما شاء الله جميله. واللحمه بقى بتاع اللي بجيبها دي جايباها المرعى بتاعها حلو بقى وطعمها جميل بصراحه. عندي احفادي بقى سامعين صوتهم بقى، هما ربنا يخليهم لي يا رب ويبارك فيهم يا رب. وهنا العصاك بتاعنا اهوت، هنحط بقى نوزع كده على الصينيه زي ما انتم شايفين. انا قربت الكاميرا بقى كده، حطيتها على الرخامه يعني. شوفوا بقى كده حلو ولا كان الاول احسن؟ انا الاول كنت بحط على باب المطبخ كده، انما انا قلت اجرب احط على الرخامه كده. فيا رب يكون مظبوط كده وشايفين معايا كده الحاجه اكتر. قولوا لي بقى كده التصوير كده على الرخامه الكاميرا احلى ولا ما كنت الاول احلى؟ كنت بحط الستاند على باب المطبخ احلى. قولوا لي ايه رايكم بقى كده. طبعا لو كسرت معاكي مش مشكله، دوسي هتحطي من الحروف برضو هتظبطيها. هي بعد كده لما تستوي هتبقى كلها حته واحده. يعني شايفين شوربتنا بقى كلها الزبده بقى فيها وكل حاجتها فيها، وحبه الفلفل الاسمر ده بيخلوا لنا طعم حلو قوي للشوربه، فبيطعم لي الرقاق بقى بتاعنا. يا رب طريقتي دي تعجبكم يا رب. هنا هزقيه برضو ايه مغرفتين شوربه او كده شيء زي ما انتم شايفين، عشان هو بيشرب يعني. طبعا انا بلاقي دوبك بسيط كده يعني زي ما انتم شايفين بالمعلقه. وهنا بحط بقى يعني بص حطيت كام معلقه كده عشان بس ايه يشرب كده، وبتميلي شمال ويمين كده عشان ايه لو في شوربه تتوزع يعني على الصينيه كلها. واحط معلقه بقى زبده من فوق الوش زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه بقى كده، وتوزعيها بقى. هوزعها من فوق الوش عشان تديني بقى محمره، تديني وش حلو. هنا بحاول بقى ايه اوزع السمنه من فوق الوش الزبده بتاعتنا اهو. هنا بقى ادخلها الفرن. بس انا اول مره بقى اقطع يعني، ما كنتش بقطعه قبل ما ادخله الفرن. انا كنت بعد ما يطلع من الفرن بنقطعه. بس انا النبادي بقى قطعته بقى كده، قلت يبقى سهل عشان لما نيجوا بقى ايه نقطعه نطلعه في الاطباق يبقى متقطع جاهز. لما نيجي نحطه في الاطباق يبقى متقطع جاهز اهو. انا زي ما انتم شايفين بقطعه مربعات صغيره كده حلوه معقوله يعني، ولو عايزه تقطعيه كبير قطعيه.
انا قطعت حجمه حلو كده عشان يمسك حته يعرف ياكلها. الدوشه دي بقى من الشارع، معلش سامحونا، سامحونا على الدوشه اللي في الشارع دي. وهنا انا كنت عملت صاج كمان اهوت، وبقطعه برضو. عملت صينيه كبيره وعملت صاج اهو. كل سنه وانتم طيبين بقى يا رب كده، ويسعد ربنا يسعد قلوبكم يا رب جميعا، وتتبسطوا في العيد ان شاء الله، وربنا يكرمكم جميعا يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب أجمعين. هنا بقى هو زي ما انتم شايفين كده، هحط بس عليه معلقة الايه زبدة من فوق الوش برضو ووزعها. هنا بقى اللحمة كده ايه كانت غلت كده، وشلت الريم بتاعها، بيبقى فيه ريم بسيط يعني كده بتشيليه بالمعلقة. هنا بقى هنعمل الرز بتاعنا الجميل بقى اللي هو ايه بتاع الفتة. رز الفتة ده بقى رز اللي بقى مميز يعني. طبعا حبة زيت صغيرين خالص، انا حطيت زبدة وحطيت حبة زيت صغيرين عشان يبقى ايه ما يطلعش ماسك في بعض، يطلع مفرفل وجميل كده، مفرفر وحلو. في ناس بيقولوا مفرفر وناس يقولوا مفلفل. هنا بقى الرز اهو غسله غسله حلوه طبعا. حطيته بقى ايه احمره بقى شويه. التكايه دي بتخلي لك حبه رز بقى، هي الفته التكات اللي بعملتها دي بتخلت لي الفته زي العسل. بصراحه هتاكلي حبه فته زي العسل. الرز بقى تديله بقى تشويحه كده لغايه ما تبقى الرزايه كده شربت الماده الدهنيه بتاعتنا الزبده، وما تستوى ما تلزقش في بعضيها، تبقى الرز مفرفر وجميل. وهنا افضل اقلب فيه بقى لغايه ما يديني احس ان هو خلاص اتشرب من الماده الدهنيه بتاعتي كده، ويبقى مفلفل وجميل. كل شويه هنقلب فيه. وانا هفضل كل شويه اقلبه. وبعدين الرز برضو خلي بالكم انا بحط على الرز برضو الميه بتغلي، لان انت لو عملتي كده وحطيتي الميه عاديه من الحنفيه عاديه او من الفلتر، هتقعد مده عما تغلي في الرز وهيعجن منك. التكايه اللي بتخلي لك الرز مفرفر يا جماعه اللي انت بتغلي الميه، تحطيه على يغلي على طول، اول ما تحطيه يغلي على طول. هنا حطيت بقى الملح بتاعه، طبعا ده كيلو رز انا عملت حلتين، كل حله فيها كيلو، عشان تبقى ايه يا دوبك تبقى مظبوطه يعني. هنا حطيت بقى الكيلو الرز بتاعنا، وحطيت معلقتين الشاي الصغيره دي بتاع ده الملح. معلقه الشاي الصغيره عملتها ملح، حطيت معلقتين على كيلو على كيلو الرز. هنا بقى ساحة الفطار بقى كده، كانوا غرفوا بقى وكده، وصورت بقى زي ما انتم شايفين كده، صورت المنظر دوت. كنت عامله كذا صينيه كده فته اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت لهم اللحمه، وعملت بقى الدقه بتاعتنا بقى، قليت التوم والخل وكده، وحطيت عليه شوربه وفلفل اسمر وملح، وزقته بقى من فوق الوش الفته زي ما انتم شايفينها. والرقاق بقى طبعا كان سهل، وقطعته وحطيته كده، وقعدنا بقى فطرنا. بصراحه كانت اللمه جميله، والفطار بتاعنا كان جميل النهارده وحلو، وحبه الفته كانوا زي العسل بصراحه. كده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص.